السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كليه طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم احسن كتب للمراجعه النهائيه 2025. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. ناس كتير بقالكوا شهر تقريبا بتطلبوا مني ان انا اقول لكم ايه احسن كتب المراجعه النهائيه اللي نجيبها السنه دي، لان زي ما انتم عارفين المراجعه النهائيه لازم تبقى حل اكتر من شرح. يعني ايه حل اكتر من شرح؟ المفروض انت داخل مراجعه نهائيه وانت على الاقل شفت الدرس على مره واحده على الاقل، فانت عندك حل من اتنين. لو انت فاكر الدرس كويس فانت هتقرا الدرس مش اكتر، لو انت حاسس ان انت ناسيه شويه فانت هتشوف الفيديو اللي المدرس بتاعك بينزله عن الدرس، هتسرعه على 1.5 مثلا، وبعد كده تبدأ تحل على الدرس اللي انت لسه سامع شرحه. فأهم حاجة في المراجعة النهائية ان احنا نحل كتير، نجمع افكار على قد ما نقدر. هتلاقوا افكار كتير بتتكرر في كتب المراجعة النهائية وبيجي زيها في الامتحان، فلازم نكون لمين اكبر قدر من الافكار عشان نقدر نعدي في الامتحان كويس جدا ونجيب الدرجة اللي احنا عايزينها. فايه هي الكتب اللي هتخلينا نجمع اكبر كم من الافكار، والافكار تعللنا المستوى بتاعنا قبل الامتحان؟ خلي بالكوا ان الفيديو ده انا بتكلم عن المراجعه الجزئيه، ما بتكلمش عن الامتحانات الشامله. الامتحانات الشامله ليها كتب منفصله غير كتب المراجعه الجزئيه، او على الاقل الترتيب بيكون مختلف بتاع الكتب. مبدئيا كده كتب المراجعه النهائيه فيها كتاب واحد لازم يبقى معاكوا سواء من اول السنه او في المراجعه النهائيه. الكتاب ده هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان من اهم الكتب اللي تكون معتمده من الوزاره، وكمان بيجي منها اسئله في الامتحان. كتاب مهم جدا جدا تحلوه سواء مراجعه نهائيه او في اول السنه. كتاب اقدر اقول عليه مستوى متوسط، ولا بيعليلك قوي قوي في المستوى ولا سهل جدا اي حد يقدر يحله. هو كتاب متوسط فيه افكار حلوه تقدروا تحلوها، وفي المراجعه النهائيه بيبقوا معليين المستوى اكتر من اول السنه شويه، فلازم تحلوا كتاب الامتحان. فكده خلاص استبعدنا كتاب الامتحان، هو في كل المواد اساسي لازم تبداوا تحلوا بيه، وهنخش على الكتب التانية. فبالنسبة للعربي مثلا عندنا كتاب كيان. كتاب كيان من اكتر الكتب اللي كانت حلوة جدا في المراجعة النهائية، وبالذات في النصوص المتحررة. فهو كان مستواه عالي ومستواه قوي جدا، تقدروا تعتمدوا عليه. زي ما قلت لكم النصوص المتحررة كانت قوية جدا جدا فيه، وقطع القراءة. تاني كتاب معانا في العربي وهو كتاب الإبداع. كتاب الإبداع كان مستواه صعب، وكان فيه شوية أسئلة كده تحسوها أغلبها بره المنهج وحاجات مش علينا قوي. فانا بفضل ان انتوا تبداوا بكتاب الامتحان وبعد كده تشتغلوا على كتاب كيان، وبعد كده كتاب الابداع ده لو عايزين تزودوا قوي. وطبعا كتاب المدرس ده حاجه اساسيه، فانتوا لازم اول حاجه تعملوها ان انتوا تشوفوا شرح المدرس وتحلوا الكتب اللي المدرس بيحلها، وبعد كده اذا عندكم وقت فانتوا تحلوا الكتب الخارجيه الزياده اللي المدرس مش بيحلها، اللي انا بقولها لكم دلوقتي. بس حاولوا على قد ما تقدروا ما تاخدوش وقت في الشرح قد ما هتاخدوه في الحل. الحل اهم من الشرح سواء من اول السنه او في اخر السنه، ولكن الفتره بتاعت المراجعه النهائيه الحل اهم بكتير جدا من الشرح. نخش على تاني ماده وهي الانجليزي. الانجليزي طبعا زي ما قلت لكم كتاب المعاصر هو معانا ثابت، لان هو نفسه كتاب الامتحان، بس اللي في الانجليزي هو اسمه كتاب المعاصر. فكتاب المعاصر من اهم الكتب اللي لازم تبقوا بتحلوها في المراجعه النهائيه. فكتاب المعاصر هو من اهم الكتب اللي لازم تبقوا بتحلوها في المراجعه النهائيه. تاني كتاب معانا وهو كتاب العمالقه. كتاب العمالقه كان مستواه حلو جدا جدا، وفي حاجات مستويات عليا تدربكم على مستوى التفكير العالي. وخلي بالكم ان كتاب المعاصر كان برضو اسئلته فيها حاجات قوية، وبالذات في جزء الفوكابلري او جزء الكلمات. ثالث كتاب وهو كتاب سينيور. كتاب سينيور جربته في المراجعة النهائية وبصراحة كان حلو جدا جدا جدا. في كمية اسئلة كتير، كمية اسئلة على كل جزء في المنهج. هتلاقوا حاجات بيوضحها لكم، جايب لكم اسئلة كمان من امتحانات سابقة وامتحانات وزارة وامتحانات ازهر وحاجات حلوه جدا جدا. فكتاب سينيور من اهم الكتب اللي لازم تدربكم على الحل كتير، اسئله كتير هتدربكم هتخلي مستواكم عالي. طب انا دلوقتي افضل الترتيب يبقى ازاي؟ الترتيب يبقى كتاب المعاصر، وبعد كده كتاب سينيور، وبعد كده كتاب العمالقه. طبعا انا ما شفتش الكتب بعد ما نزلت السنه دي، معرفش في جزء منها نزل تقريبا وجزء لسه، ولكن بتكلم على السنه بتاعتي. فكتاب سينيور كان كتاب جامد جدا جدا، وكان من احلى الكتب بتاعه المراجعه النهائيه. واذا انتوا حابين تزودوا جزء القطع وجزء الترجمه، فكتاب سينيور بينزل مع المراجعه النهائيه كتاب صغير او كتيب للقراءه وللترجمه، بيبقى فيه اكتر من 100 قطعه ترجمه او 120 واكتر من 60 قطعه قراءه. نخش على ثالث ماده وهي الاحياء. في الاحياء انا بفضل طبعا كتاب الامتحان اساسي زي ما احنا قلنا. بعد كتاب الامتحان عندنا كتاب التفوق.
كتاب التفوق سواء في اول السنة او في المراجعة النهائية فهو من احسن الكتب اللي تقدروا تعتمدوا عليها، ولكن خلي بالكم ان مستواه بيبقى اعلى من كتاب الامتحان شوية في الاسئلة، بيعلي مستويات التفكير اكتر، فلازم تبدأوا بالامتحان عشان تسترجعوا الافكار كويس، الافكار الاساسية وتعلوا شوية، بعد كده تخشوا على كتاب التفوق. بعد كتاب التفوق انا شايف كتب كتير كانت بتجيب اسئله بره المنهج، ولكن خلي بالكم ان في الاحياء الموضوع بيبقى واسع شويه، فانتم محتاجين تحلوا كتير لان الاسئله ممكن تلاقوا اسئله جت بره المنهج شويه في الامتحان، ولكن خلي بالكم هو مش بتبقى كتير خالص، ده بيبقى سؤال او سؤالين بالكتير قوي لو حصل، ممكن ما يحصلش عادي جدا. فنعتمد كتاب الامتحان وبعد كده كتاب التفوق. عايزين تزودوا عندكم وقت فانتم ممكن تحلوا من كتاب المرجع، كان في المراجعه النهائيه حلو جدا جدا، كان بيحط اسئله قوية قوي، فتقدروا تعتمدوا كتاب المرجع في المراجعة النهائية. نخش على المادة اللي بعدها وهي الكيمياء. الكيمياء وبعدها الفيزياء، فهي مادتين من اهم المواد اللي لازم تعتمدوا الحل فيها كتير جدا جدا جدا، لان هي افكارها وبالذات الكيمياء بتكون مش كتير قوي، فتقدروا تحلوا فيها كتير، هتلاقوا افكار بتتكرر بيجي زيها في الامتحان. مش معنى ان انا بقول ان افكارها مش كتير ان هي المادة مش واسعة، لا، المواد دي الفيزياء والكيمياء بتبقى واسعة، ولكن الافكار اللي بتيجي كل امتحان في كل سنة هي بتبقى تقريبا معروفة، ما عدا فكرة او فكرتين بس هما اللي بيبقوا جداد كل سنة، عكس الاحياء اللي ساعات كان بيجيب اسئلة محدش يعرفها او مش متوقعينها او حاجات جديدة، ولكن ان شاء الله السنة بتاعتكم هيبقى الموضوع بسيط جدا، ما تقلقوش. فحلوا في الفيزياء والكيمياء كتير جدا، دي نصيحة مهمة قوي لازم تطبقوها الفترة الجاية. فبالنسبة في الكيمياء عندنا كتاب الامتحان زي ما قلت لكم اساسي معانا، بعديه كتاب مندليف. كتاب مندليف كان حلو، ولكن انا كنت بفضل كتاب تاني قبله، ودي كانت المفاجأة ان انا كنت بلاقي ان كتاب الايزو كتاب سهل، ولكن كان بيحط اسئلة كتير جدا جدا جدا، تقريبا كان بيحط على الفصل الواحد حوالي 200 سؤال، ولكن هو مستواهم سهل. ففي الكيمياء عندنا طريقين، كل واحد يشوف الطريق الانسب له. واحد شايف ان هو محلش كتير في اول السنة وشايف ان هو مش مراجع المنهج كويس، فانت هتبدأ اصلا بكتاب الايزو، سيبك من كتاب الامتحان دلوقتي، ابدأ بالايزو وبعد كده كتاب الامتحان. طيب واحد فاكر الدرس ومجرد ما قرأ الدرس وبعد كده شاف شرح المدرس بتاعه مثلا وحل مع المدرس بتاعه، فهو لقى ان هو افتكر الدرس وجمع الافكار بتاعة الدرس، فانت مش هتحل من كتاب الايزو، انت هتبدأ على طول من كتاب الامتحان وبعد كده تعلى. طب ايه بعد كتاب الامتحان في الطريقين دول؟ عندنا كتاب افوجادرو. انا كنت شايف ان كتاب افوجادرو من اكتر الكتب اللي كانت حلوة جدا جدا، وبالذات في المراجعة النهائية اغلب اسئلته كانت حلوة وفيها شغل وفيها تفكير وفي نفس الوقت مش تعجيزية، فكتاب افوجادرو من احلى الكتب اللي لازم تحلوها في المراجعة النهائية بعد كتاب الامتحان على طول، لان زي ما قلت لكم كتاب الامتحان هو الكتاب الموثوق من الوزارة والمعتمد واللي بيجيب اسئلة بتتكرر في اغلب الامتحانات. طبعا مش المقصود ان هي بتتكرر في اغلب الامتحانات ان هي بتيجي بالنص، هي بتيجي نفس الفكرة ولكن مش بنفس الارقام اكيد طبعا. وبعد كتاب افوجادرو بقى تقدروا تعلوا التفكير خالص بكتاب مندليف. كتاب مندليف كان من الكتب الكويسة، ولكن كان بيحط اسئلة كنت بحس ساعات ان هي اوفر شوية في الصعوبة، في اسئلة طبعا بسيطة واسئلة سهلة، ولكن في اسئلة كانت تعجيزية تقريبا، فخلوه اخر حل خالص بعد ما نبقى جمعنا الافكار بتاعتنا اللي محتاجينها، واذا عندكم وقت فتحلوا كتاب مندليف. نخش على المادة اللي بعدها وهي مادة الفيزياء. في الفيزياء كتاب الامتحان من اهم الكتب اللي لازم تحلوها، بالذات في الفيزياء. الفيزياء يا جماعة كتاب الامتحان مهم جدا جدا جدا، فنحل كتاب الامتحان. خلصنا كتاب الامتحان وعايزين نعلى شوية، ممكن نحل كتاب نيوتن. كتاب نيوتن من الكتب اللي كانت كويسة جدا في المراجعة النهائية وكان مستواها حلو قوي. بعد ما نعلى من كتاب نيوتن عايزين بقى نحل كتاب الوسام. هو كتاب الوسام طبعا من اهم الكتب اللي موجودة في السوق، ولكن هو اسئلته كانت بتبقى من متوسط او من اعلى من المتوسط شوية للصعب قوي، فعشان كده زي ما قلت لكم انا بحس ان هو تقريبا قريب من مندليف في الكيمياء. الاثنين عايزين تعلوا بالمستوى قوي، خليهم في الاخر عشان نبقى خلصنا الافكار المهمه اللي بتتكرر في اغلب الامتحانات، بعد كده نعلى بالتفكير. طبعا في كتب ما قلتهاش في الفيزياء او في الكيمياء او في الحاجات دي في منها كتب موجوده في الفيديو اللي انا هعمله لكم بتاع كتب الامتحانات الشامله.
لان في كتب كانت كويسه في الامتحانات الشامله بس مش احسن حاجه في المراجعه الجزئيه والعكس. طيب بعد الفيزياء عندنا الجيولوجيا. الجيولوجيا من المواد اللي كانت حلوه جدا ومن المواد اللي انت ممكن تستمتع وانت بتذاكرها، ولكن هي مشكلتها ان فيها شويه حفظ ولكن برضو فيها فهم، فانت لازم تراجع على الحفظ ده كويس عشان تقدر تحل. وطبعا من اهم الكتب لازم كتاب الامتحان معانا في الجيولوجيا، بيجي منه اسئله في الامتحان بيجي شبهها. كتاب الامتحان في الجيولوجيا قوي جدا وحلو جدا جدا، وتقريبا هو احسن كتاب في الجيولوجيا لحد دلوقتي. عندنا بعديها كتب تانية. عايزين تعلوا بعد كتاب الامتحان هاتوا كتاب التفوق. دول اهم كتابين في الجيولوجيا، هما اللي بيجي منهم اغلب الاسئله. وكتاب التفوق هتلاقوا فيه صعوبه شويه عن كتاب الامتحان. عايزين تعلوا بعد كتاب التفوق وهو كتاب الوافي، ولكن ممكن انا شايف ان كتاب التفوق هو اصعب من كتاب الوافي شويه، ولكن انا حطيت لكم كتاب الوافي في الاخر عشان كتاب التفوق اهم من كتاب الوافي في الحل في المراجعه النهائيه. فكتاب الامتحان وبعد كده كتاب التفوق، بعد كده عايزين تحلوا بقى كتاب الوافي او كتاب الشامل، اختاروا اللي انتوا عايزينه. فكده يعتبر خلصنا المواد بتاعتكم السنه دي في المراجعه النهائيه. الكتب بتاعتها قلت لكم على كل الكتب بتاعت كل ماده والكتب اللي انا بفضلها، ونمشي بالحل من اول ايه لحد ايه بالظبط. فلو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم على طول. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.